السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله الخوت تكونوا كاملين بخير وعلى خير. السلسله ديال شواطئ اكادير غادي تاخذنا اليوم للبحر ديال ايموادار، واحد من بين اجمل الشواطئ اللي كيتواجدوا في مدينه اكادير، واللي كيتواجد على بعد 27 كيلومتر شمال مدينه اكادير عبر الطريق الوطني رقم 1 في الاتجاه ديال مدينه الصويره. انا غادي نحط لكم الرابط ديال ايموادار في صندوق الوصف. وبالنسبه لوسائل النقل اللي يقدر يجيبوكم من اكادير لهنايا، الوسيله الاولى طاكسي، وبالنسبه للطاكسي غتركبوها في الباطوار باش انكم ما تتلفوش على البلاصه ديال الطاكسيات اللي كيديو للبحوره ديال شمال اكادير. عقلوا مزيان على سينما السلام، غتقطعوا الشانطي تما كاينين طاكسيات بيضين كيديو لايموادار، والثمن ديال الطاكسي 15 درهم. وبالنسبه للطوبيس حتى هو راه تركبوه في الباطوار مورا المنتزه ديال الانبعاث، والثمن ديال الطوبيس 9 ديال الدراهم، غتركبوا النمره 33. بالنسبه للطاكسي غتحطكم هنايا، ولا باغي ترجعوا لاكادير هنا فين غادي تركبوا الطاكسي باش انكم ترجعوا لاكادير. والثمن ديال الطاكسي الخضره 15 درهم، شي حاجه من غير 15 درهم راه ما كايناش. اما بالنسبه للطوبيس هنا فين يحطكم، هذا هو السونتر ديال الفيلاج، الطريق اللي كدير للبحوره ديال اغروض، الطريق ديال صويره. بالنسبه لهنا الخوت راه كاينين كما كتشوفوا هنايا حوانت، سوبر مارشي، البلاصه فين تشريو الخبز، الخضره، التيسير هنايا في السونتر ولا في الطريق الرئيسيه اللي كتدي للصويره. احسن حاجه ديروا الى جيتوا ايموادار باغيين ديروا كاسكروط ولا تفطروا ولا تغداو هو الخبز ديال تافرنوت اغروم فرنوت. تبارك الله عليك. سميه يحيى اجي عند السي يحيى هنا، راه تيبيع الخبز ديال تافرنوت هنايا كما كتشوفوا داكشي على المباشر. انا الات خبز تافرنوت الامازيغي ياك طاجين السويسي. كاين الطاجين الصغير ياك، كاين الصغير كاين الكبير كاين المويان. الصغير هذاك زيد هذاك الصغير تبارك الله ديال جوج الناس تبارك الله كما كتشوفوا. يلاه كيطيب الخو الطاجين ديال المعزي هذا ولا المعزي نص كيلو. بالنسبه للثمن ديالو السي 105 درهم. فين هو الطاجين ديال 3 الناس؟ هذا كيكون ديال الحوت. اش من النوع ديال الحوت؟ السنور يكون فيه تقريبا شي نص كيلو ولا كيلو ياك؟ لا كاع ما كنعبرو. ما كتعبروش. وشحال الثمن ديال السي محمد؟ الثمن ديالها 100 درهم. 100 درهم بحال نيت بحال. فين هو الطاجين ديال الدجاج؟ ديال هو تبارك الله. الطاجين ديال الدجاج بالبصله والبرقوق والفلفل والحامض. اللهم بارك. ديال 5 الناس هو هذا ديال 5 الناس ديال الطاج ديال الدجاج كيلو الدجاج. دابا هذا ديال 5. لا الدجاج كومبلي. الدجاج كومبلي الدجاجه كامله تبارك الله. وشحال الثمن ديالو؟ بلدي البلدي 200 درهم. 200 درهم. هذا الخو الطاجين ديال الدجاجه كومبلي بلديه 200 درهم. هما الطواجن الخوت هنايا، يعني البلايص فين تقدروا انكم تاكلوا راه موجودين في ايموادار كما كتشوفوا، فين تفطروا فين ديروا كاسكروط. دابا غادي نمشيو نديروا واحد الجوله في البحر في الصيف ديال 2025 ونشوفوا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي نقدروا اننا نديروها الا جينا للبحر ديال ايموادار. ما كان تقيد لاباس دارك في الجيج. الله يحفظك. شي تحيه للناس اللي كيتفرجوا فينا. تحياتي الناس اللي كيتفرجوا. بالنسبه للثمن ديال الرولاكس باراسول 70 درهم الحطه. جوج رولاكسات وباراسول مزيان. وباراسول 20 درهم. باراسول 20 درهم بوحدو. بارك كراسه 10 درهم الواحد. كاين حتى الكراسه هنايا. ولا بنش لي الجيت سكي هنايا. كاينين لهيه لهيه. تبارك الله عليك. تحياتي ليك. الله يحفظك اخويا العز. السميه اسامه. الله يحفظك اخي اسامه. السميه حفيظ. الله يحفظك اخويا. بالنسبه لك كنت باغي تريحوا هنايا في الرولاكسات الباراسول، جوج رولاكسات والباراسول ديالهم طويله، تقدروا انكم تريحوا هنايا. عطا الله الرولاكسات هنايا الخوت كما كتشوف.
بالنسبه للاثمنه ديال الجيت سكي هنايا نفس الاثمنه اللي كاينين في تغازو، ربع ساعه ب 300 درهم، ونص ساعه ب 600 درهم، وساعه المكانه 1200 درهم. وبالنسبه للبيدالو ساعه ب 200 درهم، ونص ساعه ب 100 درهم. واحد البلاصه هنايا دايره بحال البيسين فين هما الدراري الصغار، شوف تبارك الله كي دايره، اطرحوا غير هنايا هاد البلاصه ويعوموا الوليدات هنايا ما يخافوا والو، ما حقاش طمعوا ثاني كما كتشوفوا. ما راه كاينه الرمله. الحاجه اللي كتعجبني بزاف فاش كنجي للبحر هو فاش كنشوف العائلات مع وليداتهم كيلعبوا وكينشطوا وكيدوزوا واحد الوقيته اللي زوينه، غتبقى لهم ذكرى يعقلوا عليها حياتهم كامله. غير هو ضروري ما نردوا البال، راه فايت لها قلت هاد النصيحه هادي في البحر ديال تغازوت، ضروري ما ردوا البال الوليدات الصغار، ما نخليهمش يعوموا بوحدهم وما نغفلوش عليهم. راه خصوصا في هاد الايام الاخيره في اكادير راه شحال من واحد غرق، اللي عنده شي ولد صغير يحضيه وما ندخلوش للداخل. البحر راه ما معاهش اللعب. وكان نوجه واحد التحيه لجميع المنقذين السباحين اللي كاينين في المغرب، وتحياتي ليهم على داك العمل الجبار والمجهودات الجباره اللي تيقوموا بها، كيخدموا من 8 ديال الصباح حتى 8 ديال العشيه باش انهم يحضيو الناس اللي كيعوموا، خصوصا الوليدات الصغار. وحتى حنايا خصنا نديو بالتعليمات اللي كيعطيونا وما نضادوش معاهم، ما نديروش العكس داكشي اللي تيقولوا لنا. هما راه كيبيعوا المصلحه ديالنا وهما راه كيعرفوا الخبايا ديال البحر احسن منا. داكشي علاش الخوت اللي جا للبحر ما يدخلش للداخل، راه تما راه كيجر. خصوصا انت ما عمرك مشيتي للبحر ديال اكادير ولا البحوره كما كانوا في المغرب، راه كاينين شي بلاص كتكون فيهم الحفره وديما رد البال للبلاصه الا كانت فيها الرايه كحله، يعني بلي راه ممنوع السباحه. هذه هي النصيحه للخوت اللي غادي نبقى ديما نعاودها في كاع هاد السلسله اللي بديتها من البحر ديال تغازوت. وان شاء الله الوجهه المقبله غادي تكون البحر ديال اغرود، لحقاش بزاف ديال الناس طلبوا مني باش انا ندير لهم واحد الفيديو على البحر ديال اغرود 2 القريه ديال الالوان. الوجهه المقبله غادي تكون ان شاء الله البحر ديال اغرود 2 اللي بزاف ديال الناس طلبوا مني باش انني نمشي لتما وندير لكم واحد الجوله في البحر في الصيف ديال 2025. نتلاقاو ان شاء الله في اغرود 2. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله.